السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي صحة وفي سعادة يا رب العالمين. النهاردة جاية لكم بوصفة حلوة وجميلة كده، صينية بطاطس بالبشاميل. ان شاء الله بتعجبكم، وهي بإذن الله بتكون سريعة كده وسهلة التحضير ولذيذة وطعمها مختلف. يا ريت تشرفيني باشتراكك، فعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ وصفتنا النهاردة. وأول حاجة بتكون معانا البهارات النهاردة بتكون كاري، توم باودر، كركم، بصل باودر، كزبرة ناشفة، بهارات لحم، فلفل اسود، جنزبيل، بابريكا، ملح على حسب الرغبة، معلقة صلصة، 5 فصوص توم مهروسين، ميكس من الجبن، و3 معالق من الدقيق او الطحين. وهنستخدم معانا بصلتين متقطعين مكعبات، و4 حبات من البطاطس بوزن كيلو تقريبا، وكمان معانا كيلو من الحليب او اللبن، ونص كيلو من اللحم المفروم. ودي كل المكونات اللي احنا هنستخدمها النهاردة في الوصفة بتاعتنا. ويلا بينا نسمي الله ونشوف هنبتدي بايه. اول حاجة نعملها، اول حاجة جبت الحاجة اللي انا هعمل فيها اللحمة المفرومة بتاعتي، جهزتها وحطيت حبة زيت. طبعا انت عارفة طبعا اللحمة بتاعتك فيها كمية دهون قد ايه، فانت بتحاولي اني تحطي الزيت على حسب الدهون اللي في اللحمة. يعني حاولي ما تكتريش دهون على قد ما تقدري، لان اللحمة بيكون فيها كمية من الدهون طبعا، اللحمة المفرومة. بس كده، وابتديت ان انا اقلبها زي ما انتوا شايفين لحد ما لونها يتغير. طبعا انا منزلتش بالبصل الاول، قلت الاول احط اللحمة عشان خاطر بتنزل مية طبعا، فحبيت ان انزل الاول اللحمة واستنى شوية لحد ما تنشف خالص من المية. بس كده، وخلاص نشفت المية اللي في اللحمة، ونزلت بالبصل اللي معانا وكمان الثوم، بنقلبهم كويس مع بعض كويس جدا كده، البصل والثوم واللحمة. على فكرة لو حابين تغيروا اللحمة وتخلوها مثلا صدور فراخ مفروم ينفع برضو تكون لذيذة. هنضيف البهارات اللي معانا، وعلى فكرة لو مش عندك اي نوع من انواع البهارات اللي انا مستخدماها، عادي ممكن تستبدليها باي نوع عندك، مفيش اي مشكلة. هو بس احنا بنحب نبهر اللحمة كويس عشان خاطر عايزين طعم اللحمة شوية يكون قوي مع البهارات، لان طعم البشاميل مع البطاطس شوية بيكون الطعم ناعم. احنا عايزين طعم اللحمة مع البهارات يكون قوي شوية عشان يوازن طعم البطاطس مع البشاميل. ابتدت ريحة البصل والتوابل اللي حطيناها مع اللحمة تطلع ريحتها جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله. انا هنا ضفت نص مكعب من مرقة اللحم، تمام كده. وبعدين ضفت المعلقة بتاعت الصلصة كمان، هقلبهم مع بعض كويس جدا، وكمان هسيبهم على النار شوية، يعني قد 5 دقايق كده. اول ما احس خلاص ان البصلة استوت واتعصجت كويس، خلاص كده انا بنزلها من على النار على طول. تمام كده. كده هنبدأ في الخطوة التانية. حطيت الحلة جهزتها، وضفت مكعب من الزبدة، وكمان ضفت معلقتين من الزيت. طبعا هسيبهم على النار شوية لحد ما يدوبوا كده. خلاص انا هنزل الدقيق او الطحين وهقلبهم في بعض شوية لحد ما احس ان الدقيق اتحمر او اتحمص معايا، لونه اتغير شوية، واستمر في التقليب على الهادي كده لحد ما احس ان خلاص لونه ابتدى يعني يتغير شوية. في ناس بتحب طعم البشاميل يكون قوي شوية فبتسيبه يتحمص زيادة، هو يعني افضل ان هو شوية يكون لونه يعني ذهبي، يديكي طعم حلو برضو. وهنا ضفت كيلو اللبن اللي معايا، وابتديت ان انا اقلب بهدوء كده. لازم وانت بتضيفي الحليب او اللبن تكوني بتقلبي بايدك بهدوء كده لحد ما البشاميل يتماسك وتشوفي القوام اللي انت عايزاه. احنا هنا مش عايزين القوام يكون تقيل يعني، لا احنا عايزينه يكون وسط، لا خفيف ولا تقيل. زي ما انتوا شايفين انا ببتدي ان انا اقلب فيه. ضفت معلقة من الفلفل الاسود صغيرة، وكمان بضيف ربع معلقة ملح صغيرة كده خالص، برضو الملح على حسب الرغبة. وكمان بضيف معلقة كبيرة من الجبنة الكريمي. طبعا الجبنة الكريمي دي انا كنت عاملاها قبل كده معاكم في فيديو، هو بس لتعزيز الطعم، يعني بيخلي البشاميل زي الكريم كده وبيخليه طعمه جميل طبعا. وكمان ضفت حبة كده من الجبنة الموزاريلا. كله ده انا بقلبه مع بعضيه، لان الجبنه الموزاريلا لما بحطها في البشاميل وهي على النار خلاص قبل ما انزلها بتدي مطه حلوه جميله جدا للاكل. وخلاص كده خلصنا البشاميل، شايفين القوام بتاعه؟ هو ده المطلوب.
وكده خلاص بنروح للخطوة اللي بعد كده. خلاص كده وبنروح على الخطوة اللي بعديها. حضرت الطاسة وحطيت فيها الزيت كمية مناسبة، يعني كمية مناسبة لقلية البطاطس الكيلو اللي احنا هنعمله. بالنسبة لقلية البطاطس عادي خالص طبعا، هي الطريقة المعتادة اللي احنا دايما بنقلي بيها البطاطس. بس كده وهسيبها لحد ما تجيب اللون الذهبي اللي احنا عايزينه. طبعا بتقلبيها، اهم شيء يعني ما تزيديش عليها السوى، يعني هي حلو خالص انك تطلعيها اللون الذهبي ده. وكده خلاص انا بحط كمان مرة تاني من البطاطس عشان احمرها نفس الطريقة طبعا ونفس اللون. وكده خلاص انا جهزت كل المكونات اللي معايا اللي هستخدمها في صينية البطاطس بتاعتي، وجهزت الصينية وحطيت فيها شوية من البشاميل. بعد كده بمسك الصينية بحركها على اساس ان البشاميل يبقى في كل مكان في الصينية، وابتديت ارص البطاطس زي ما انتوا شايفين كده ورا بعضيها. خلاص كده رصيت البطاطس، بعدين بضيف شوية من الجبن اللي معايا كمية بسيطة، وبعدين بضيف اللحمة بحطها طبعا على الجبنة والبطاطس. على فكرة الوصفة دي حلوة جدا لو انت عندك مثلا بطاطس مقلية وما استفدتيش بيها مثلا او ما حدش اكلها، ممكن تاني يوم تعمليها الوصفة دي وهتكون استفدتي منها، وهيكون طبق جديد طبعا على اسرتك او على ولادك بيحبوها ان شاء الله. هنا ضفت طبعا على اللحمة معلقة من الصلصة زدت، يعني حسيت ان هي محتاجة شوية صلصة، وضفت برضو الجبن، وبعدين ضفت معاها شرايح من الجبنة الشيدر، وبضيف تاني معاها شوية من الميكس الجبن اللي موجود معايا. طبعا الجبن بتديها طعم حلو جدا برضو. وبضيف تاني بشاميل، على فكرة انا مش بحط بشاميل كتير برضو، يعني زي ما انتوا شايفين كده. هو انا لما بحط البشاميل مع البطاطس مش بتعامل معاها معاملة المكرونة البشاميل او النجريسكو، يعني بحط البشاميل خفيف. تمام. وبضيف تاني مرة تاني من البطاطس بعد البشاميل بنفس الرصة طبعا او نفس الشكل اللي احنا عملناه في الاول. وضفت كمان كمية من البشاميل بعد البطاطس، وزي ما انتوا شايفين كده بحرك الصينية كويس جدا عشان يكون البشاميل في كل مكان في البطاطس او في الصينية. خلاص كده بعد ما حركتها كويس ببتدي ان انا اضيف للصينية برضو تاني من فوق شوية من ميكس الجبن واوزعه كويس كده الجبنة. بعدين خلاص كده الصينية بتاعتنا جاهزة انها تخش الفرن. طبعا هي كل شيء فيها مستوي، مش محتاجة تسوية كتيرة، بس شوية بسيطة، يعني قد مثلا 10 دقايق بس كده من تحت في الفرن، وبعدين بنفتح عليها الشواية شوية بسيطة كده. بالنسبة للشواية شايفين شكلها، شايفين كده لذيذة لذيذة جميلة جدا 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 وحلوة. وشايفين المطة، يعني المطة اللي فيها رهيبة، شكل الصينية ما شاء الله تفتح النفس. وشايفين لونها من فوق لونها جميل، يعني هي ما تكونش اكتر من كده. وزي ما انتوا شايفين مطة الجبن معاها، يعني هي الجبنة بتديها شكل وطعم، تديكي نفس المطة دي جميلة جدا جدا جدا. خلاص كده صينية البطاطس بالبشاميل بتاعتنا خلصت، ويا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه. هي وصفتها سهلة وبسيطة ولذيذة. وخلاص كده الفيديو بتاعنا خلص والوصفة خلصت، ويا ريت ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعلي الجرس وتعليق جميل منك كده زيكي. واشوفكم على خير ان شاء الله بفيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم.